مرحبا، أنا أيان. وأنا ريحانة. وأنا رشا. وأنا حلا، وإحنا من الصف السادس ألف. اليوم جينا عند حلا عشان نلعب ألعاب شعبية. بنات شو حبت نلعب ألعاب؟ أنا بقول البسي العمياء. وأنا بقول حكيم جلاد. وأنا بقول طقطقية. وأنا بقول طميمة. بنات عندي فكرة، شو رأيك نخلي عجلة الحظ هي اللي تختار شو نلعب؟ صح. وطلع لنا على حسب عجلة الحظ لعبة صبحكم بالخير. لعبة صبحكم بالخير، قوانين اللعبة: في كل فريق في قائد. الفريق الأول بيختار شخص من الفريق الثاني، والفريق الأول بيتفقوا مع بعض مين رح يختاره، ببلشوا اللعبة والفريق الثاني رح يرد عليه. وهسه رح نلعبها قدامكم ورح تفهموا أكثر. أول إشي رح نتقسم لفريقين، وكل فريق رح يختار قائد. اللعبة بتزبط لمجموعتين كبار، مثلا بنجيب 10 لاعبين، بكل مجموعة ألف بنحط 5 وبمجموعة باء بنحط 5، وننكي واحد قائد بينهم، يعني يبقوا 4 لاعبين عاديين وواحد القائد، والقائد هو اللي رح يختار الشخص اللي رح نسحبه من الفريق الثاني. وهسه رح نعملكم مثال بس على شخصين بكل مجموعة لأن إحنا بس 4. تقسمنا لفريقين، أنا وأيان مع بعض وحلا ورشا مع بعض. أنا القائد من هاي الفريق وريحان القائد من هاي. أنا وأيان اتفقنا إنه مثلا ناخذ رشا من هاي الفريق وتيجي معانا. هسه رح نوريكم مثال كيف بدهن ياخذن رشا من فريقنا، وهسه رح نلعب اللعبة. يلا. صبحكم بالخير يا العمال العمالة، مسيكم بالخير يا العمال العمالة، بطلعتونا بنتكم حلو الشلبية، ما بنعطيكم هي إلا ب1100، وتحطوا تمنها جوات الصينية، نعبر على داركم ونكسر أبوابكم والشامع دواركم، وهاي عروستنا. المرحلة الثانية، الفريق الثاني اللي هو فريقي لازم أرد لهم إياها لأنهم سرقوا البنت اللي معاي من فريقي، فأنا نرجع من عيد اللعبة وباخذ واحدة منهم. هسه بدنا نرد العيلة مع أولاد الحارة. صبحكم بالخير يا العمال العمالي، مسيكم بالخير يا العمال العمالي، طلعتونا بنتكم الحلو الشلبية، ما بنعطيكم هي إلا ب1100، وتحطوا ثمنها جوا الصينية، نعبر على داركم منكسر أبوابكم والشامع دواركم، وهاي عروستنا. هاي لعبتنا التراثية اليوم اللي كانوا يلعبوها أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا، وبتمنى إنكم استمتعتوا وتعلمتوها وحبيتوها، وإلى اللقاء. باي.